شارك في الحرب وهو عنده 8 سنين ودوخ النمساويين وقت الحرب العالمية الأولى. موميسيلو غافريك أصغر جندي في الحرب العالمية الأولى، والسبب اللي خلاه يخش الجيش في السن ده هو إن القوات النمساوية قتلوا عيلته كلها في أغسطس عام 1914، وما بقاش غيره فدخل الجيش الصربي في الفرقة المدفعية رقم 6 وحارب معاهم في معركة سير، ووقتها كان عنده 8 سنين. وبعدها اترقى لرتبة عريف وهو عنده 10 سنين، وبعدها بسنة اترقى لرتبة ركيب لانس. ووقت الحرب العالمية الأولى اتعرض موميسيلو إلى إصابات عديدة، لكن ده ما منعهوش وكمل في الجيش الصربي. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى كان أول طفل شهد نشأة دولة يوغوسلافيا، واللي ظهرت بعد الحرب على طول. وفي 1929 اعتقل واتسجن شهرين، وده بسبب اتهامه بالتهرب من الخدمة العسكرية. ووقتها رفض المسؤولون تصديق أي روايات عن مشاركته في الحرب العالمية الأولى، على الرغم من إثبات ده بعدد من الوثائق. موميسيلو فارق الحياة في عام 1993، لكنه لسه عايش في كتب التاريخ بعلامة مميزة.